مساء الخير، إيه الأخبار؟ آآ عايزين برضه نبتدي بقى ندعّم أبطال الhandball بكرة إن شاء الله انطلاق البطولة الأفريقية في رواندا، المنتخب الهيمن على اللعبة في قارة أفريقيا بنسبة 100% تقريبًا، اللي هو إحنا قاعدين في بيتنا حاطين في بطننا بطيخة صيفي، إن هو بنسبة يعني مش هنقول 100% خلّيها 99.9 إن هو هيكسب بطولة أفريقيا للمرّة الرابعة على التوالي. بtotal domination هيمنة كاملة، ما فيش أي حد بيقترب ولا بيحاول يناوش مع المنتخب ده في أفريقيا بالذات، يعني في بعض الأقاويل اللي هو بتقول اللي هو إحنا لو بعتنا منتخب شباب ممكن يكسب البطولة دي، ده دليل إن حتى المستقبل يعني مستقبل مشرق جدًا. ف عايزين بقى نبتدي ندعّم الناس دي، البطولة هتبتدي بكرة إن شاء الله في رواندا، عندنا مجموعتنا فيها أوغندا والجابون وأنجولا، يعني مجموعة في المتناول بنسبة 100% يعني، هو بيبقى في ماتش أو ماتشين مش بيعقربوا، بس بيبقى فيهم بدرجة من الصعوبة مش صعوبة أوي يعني برضه، الماتش بيخلص مستريّح، سواء تونس أو الجزاير، final البطولة اللي فاتت خلص فرق 9، semi final خلص 5 أو 6 ف طبعًا هو ده يعني في المتناول يعني، فطبعًا بما إن إحنا لسه مخلّصين مشاركة بطولة أفريقية للرجال لكرة القدم، فإحنا عارفين الفرق كويس أوي بين المنتخبين أو بين مش هنتكلم على المنتخبين، بين الاتحادين عشان هو فرق تخطيط وناس عارفة هي بتعمل إيه كويس أوي، وناس لمّا حسّوا إن هُم ابتدوا يبعدوا لمّا بنتكلم على كرة الhandball يعني، لمّا حسّوا إن هُم ابتدوا يبعدوا عن المستوى العالي أو المنافسة بالنسبة لكأس العالم أو الأولمبياد، اللي هو إحنا ممكن نكون بنوصل كأس عالم أو أولمبياد بس بنخلّص مركز 13 أو 12 أو 15 فده بالنسبة لهم طبعًا مركز ما كانش ضمن الطموح يعني، فجماهير روشيتا واضحة أوي يعني لو اتحاد كرة اليد عايز يكتسب خبرة أو يتعامل مع اتحاد كرة اليد as a benchmark اللي هم بس لو قلدتوه عامةً هتبقوا جامدين جدًا. إحنا ابتدينا نبعد بعد 2001 2003 2005 2007 2009 2011 كل الفترات دي كنا بعدنا أوي يعني. فالاتحاد المصري كان عندنا بطولة كأس العالم في مصر هنا، آآ حَس إن الموضوع مش هينفع إحنا بننظم البطولة وما ننافسش على الأقل، فكابتن هشام نصر كان الموضوع كان يعني هو كان بداية